تخيل لو الهزيمة اللي الكل افتكرها نهاية كانت في الحقيقة بداية لشيء أعظم وأخطر بكتير. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب صحراء مصر الشاسعة وبعد معركة طاحنة، جزء من الجيش المصري لقى نفسه مهزوم ومطارد. الأمل كان بيختفي والموت كان أقرب ليهم من حبل الوريد. وسط اليأس ده القائد بتاعهم أخذ قرار مصيري، قرار هيغير مجرى التاريخ للأبد. بدل ما يستسلموا قرروا يهربوا لأسطورة قديمة، مدينة سرية تحت الأرض محدش يعرف مكانها. رحلتهم كانت مستحيلة عبر كهوف وممرات ضلمة، كأن الأرض نفسها بتحاول تمنعهم. كانوا بيحاربوا الجوع والعطش والوحوش اللي عمرهم ما شافوها قبل كده. وفجأة بعد أيام من التعب وصلوا لبوابة عملاقة منقوش عليها رموز غريبة. لما البوابة اتفتحت شافوا قدامهم عالم تاني، مدينة بتنور بضوء مش من الشمس. دي كانت مدينة أغارتا السرية، مملكة تحت الأرض عمرها آلاف السنين. والصدمة الأكبر إن سكانها كانوا سلالة من المصريين القدماء نفسهم، أجدادهم اللي اختفوا من زمن، لكنهم هنا طوروا نفسهم وقدراتهم. كانوا بيمتلكوا قوة خارقة، بيتحكموا في عناصر الطبيعة وبيقروا الأفكار. في البداية أهل أغارتا كانوا رافضين يساعدوهم، خايفين إن عالمهم السري ينكشف. لكن لما شافوا الإصرار في عيون الجنود المصريين وإيمانهم ببلدهم قلبهم لان. ملك أغارتا جمع جيشه الخارق، جيش قواته تتحدى الخيال.